ليأتي عبد الرحمن سعد اللي تصدى أيضا لركلات الترجيح وأدى ما عليه من مهمة في حراسة مرمى نادي الصليبيخات. كورنر لصالح الفيحيل، اسلام بطران على التنفيذ، قربت اللعب والمحاولة تلعب بالراس. الله الله، شريدة يضع هدف أول في المباراة بالدقيقة 6. شريدة من الكورنر حول الكرة براسه في شباك الصليبيخات. هدف أول لصالح الفيحيل، استغلال ناجح في أول كورنر في المباراة، وأول كورنر للفيحيل وأول هدف لصالح الفيحيل ليضع صاحب الخبرة شريدة حضوره وظهوره. شريدة يلعب كرة براسه صح، وألعبها صح، وجهها صح في مرمى الصليبيخات. شوف التحويل، شوف الأداء والإتقان إلى تسجيل الأهداف. شريدة بيسجل هدف لفيحيل بخبرة السنين، بعطاء جميل. يأتي الشريدة، يأتي في راس جاسم كرم، بيلعب كرة طويلة، توصل كرة بالنص، في تور إلى سلمان البوس، مرور ثاني حلوة، بيتقدم سلمان، يا سلام بالجول. هدف حلو من الصناعة، هدف جميل لمن صنع هدف جميل. سلمان البوس يمر ويقدم كرة في الأمام إلى فيتور دا سيلفا، بيسجل الهدف الثاني. هدف ثاني لصالح الصليبيخات. فيتور دا سيلفا، بيسجل الهدف الثاني لصالح الفيحيل. هي البداية من العمق. سلمان البوس أخذ المشوار، عدى وفات إلى سوزا اللي أيضا موه بشكل جميل، حضر كرة بشكل صحيح بيسارة في شباك الصليبيخات ليؤكد حضور الأحمر ليس بالفريق العادي، حاضر بقوة. وهذا هدف فيتور، مر عدى إذن ما بين دفاع. التمريرة كانت ما بين اللاعبين سلمان البوس. نقلة في الأمام لكن مقطوعة إلى السلاح ذو حدين. فهد الهولي إلى كارلوس لوكاس رونو، مرة ثانية بيتابع الصليبيخات. محمد نعيم قطعها لصالح الفيحيل. فيتور لمسة فنية، نوف شيباني، صالح فيتور يقطعها. فيتور الآن ينفرد مع المرمى لصالح الفيحيل عند الدوخي بالجول. هالمرة جول علي الدوخي يقول أنا موجود. علي الدوخي بيسجل هدف ثالث صريح وواضح بعد ما أخذ الكرة وقطعها. فيتور دا سيلفا ينطلق في هجوم وانفراد، لكن قدم عطاء إلى علي الدوخي ليكمل مشوار تسجيل الأهداف بهدف ثالث لصالح الفيحيل. هدف ثالث، 3 للفيحيل. شوف الإعادة، شوف فيتور، شوف خطفها البرازيلي، شوف تقدم وكان ممكن يسدد، لكن رأى وشاف علي الدوخي ماخذ مكان ليقدم تمريرة مثالية إلى علي الدوخي المهاجم ليسجل هدف ثالث في مرمى الصليبيخات ليعزز النتيجة ب3 أهداف. 3 أهداف علي الدوخي خات. شايف الانذار وتدخل ايضا انذار، تدخل على بطران بعد الانذار. شد العصبي ممكن دخل الان
الآن بأجواء المباراة، ويظهر الإنذار، ممكن يكون الإنذار الثاني، الإنذار سانتوس، هل هو الإنذار الثاني؟ صالح العنزي يتفاهم، لكن عمار اشكناني، الإنذار الثاني لسانتوس. الشوط الأول تدخل سانتوس وأخذ إنذار، والآن عنده تدخل ثاني، يظهر كان تدخل قوي وتحصل على الإنذار الثاني، ومن ثم الإنذار الكرت الأحمر بعد الإنذار الثاني. الابعاد اذا سانتوس عن متابعه اجواء المباراه. هذه اللقطه سانتوس مع اسلام بطران، عمار اشكناني يعطي سانتوس الكرت الاصفر الثاني، وبعد ذلك ياتي مع الكرت الاصفر الثاني الكرت الاحمر. يفقد اذا هذا انذار عبد العزيز القطان قبل قليل، وبعد ذلك لسانتوس الكرت الاصفر الثاني، والكرت الاحمر ياتي بعد الثاني ليستبعد عن تكمله اجواء المباراه. هذه اللقطه، وهذا القرار من عمار اشكناني للمدافع سانتوس لاعب الوسط. هذا هدف لفحيل الثالث بتوقيع علي الدوخي. الأولى ألغي، أو اللقطة الأولى للهدف الثالث ألغي، اللقطة الثانية للهدف الثالث احتسب إذن للفحيل. الآن يلعب نقص عددي في الدقيقة 58 الكرت الأحمر بعد الإنذار الثاني لسانتوس. فاول لصالح الفحيل، سندش تبي يلعبها، تنحط بالراس لكن بعيده الى خارج الملعب، ركله مرمى. اسلام بطران في اللقطه الاخيره ايضا يشترك بكره راسيه، حولها براسه لكن بعيده عن مرمى الصليبيخات، الكره الى خارج الملعب، ركله مرمى لصالح الصليبيخات. هدف وانذار وكرت احمر. الصليبيخات بحاله مربكة إذا بأجواء المتابعة. عبد الرحمن سعد بيلعب كرة طويلة، وشايف التحضيرات خارج حدود ملعب المباراة لبعض اللاعبين ممكن يدخلون الآن في تشكيل سواء كان لفحيل أو صليبيخات. نواف شيباني، كرة لصالح الصليبيخات، عبد العزيز القطان. 3 أهداف صعبة لكن ليست مستحيلة. ميشيل ناحية اليسار، تطلع كرة إلى خارج الملعب. قطان على رمية التماس جهة اليسار. دور الثمانية لفحيل والصليبيخات، اللي يفوز راح يواجه الفائز في مباراة العربي والقادسية. علي جوهر ناحية اليمين، علي جوهر مقطوعة منه، الانتقال السريع الآن في الهجمة لصالح لفحيل. فيتور، كرة معاه فيتور بيحاول يمرر لكن تطول اللعب إلى سلمان البوص. سلمان بيتقدم ما بين اللاعبين، سلمان بيبار وتدخل من برونو ركلة جزاء لصالح لفحيل. سلمان البوص في تقدم جميل وصريح، لكن برونو في تدخل، إذا الإعاقة موجودة. وقرار من حكم المباراة ركلة جزاء لصالح لفحيل في أجواء الشوط الثاني. أجواء الشوط الثاني ركلة جزاء. محمد نعيم، محمد نعيم
حارس المرمى عبد الرحمن سعد. كرة من ركلة الجزاء، سلمان البوس بيحطها على اليمين، لكن بيشيلها عبد الرحمن سعد. شوف الإعادة، والنتيجة مفرحة أكيد لكل من يتابع لفحيل. ورايا موقف التسلل حاضر في اللقطة الأخيرة، وعمار اشكناني يعلن عن نهاية أحداث المباراة. إذا مشاهدينا في منافسات دور الثمانية كأس ولي العهد حفظه الله ورعاه، لفحيل يتفوق على الإصليبيخات 3-0. ينتظر من يفوز ما بين العربي والقادسية في دور الثمانية، ومباراة العربي والقادسية بعد قليل الساعة 7:15 إن شاء الله.